كسرى إدريس المنسق التربوي داخل الملتقى الوطني لليافعين في الدورة الثانية، على اعتبار أن الدورة الأولى نظمت بالصويرة في المرحلة السابقة. إذن ينعقد هذا الملتقى ضمن تصور عام تربوي، هو أننا نشتغل مع فئة التي نأمل أنها ستكون غدا في مصاف المسؤولية سواء المحلية أو الجهوية ولما لا الوطنية. كذلك نشتغل وفق تطوير المهارات والكفايات المتوفرة لدى يافعين، خاصة أولئك الذين يشتغلون داخل الفروع، وكنحاول ما امكن ننميو الاحساس ديالهم بالانتماء الى الجمعيه عبر واحد البرنامج ديال شعلويات، ثم كذلك التعرف ديالهم على المراحل الاساسيه التي كانت داخل الجمعيه. ومن بعد كاين المساله الاساسيه هي اننا نشتغل ضمن واحد التصور ديال البرنامج العام الثقافي والفني الذي يشتغل عليه داخل جمعيه الشعله. طبعا الدورة تنعقد رئاسة وإدارة الأخ عبد المغيث القدميري، الذي يشتغل ضمن واحد تصور عام في الجانب التربوي والجانب الترفيهي وكذلك الجانب التكويني لهؤلاء اليافعين، ومعها غادي تعرفوا كثير من ملامح هذه المرحلة والتصورات العامة اللي كاينة فيها. وشكرا.